امتى اعرف ان انا محتاج لدعامات وكم عدد الدعامات اللي انا محتاجها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور رامي اسماعيل يحييكم. النهارده كنت في الغردقة في بنك اسكندرية، من الناس المحترمة جدا جدا جدا. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا سيدي، ربنا يبارك فيك. استاذ محمد عبيد من الناس المحترمة، وقابلني وسألني سؤال، فقلت بدل ما اجاوبه هو لوحده، الاستاذ حسن قال لي نجاوب كل الناس. الاستاذ حسن، الاستاذ ايمن حسن، يعني ده يعني مش هقول لك بقى قيمة علمية وقيمة مالية وإضافة لمصر. والله نورتنا يا دكتور، ربنا يبارك فيك. انا متشكر على الترحاب اللي عملته ليا اول ما لا ده اقل واجب يا فندم. ربنا يبارك فيك يا رب. احنا بنتابعك من زمان وعارفين كل حاجه عنك. ربنا يبارك فيك. نتمنى ان سيادتك تبقى موجود معنا في مصر. يا الله، ده شرف ليا طول ما في ناس محترمه زي حضرتك. شكر لذوقك. ربنا يبارك فيك يا رب. انت كان ايه بقى سؤالك يا استاذ عبيد بحيث الناس تستفيد منه؟ ان موضوع الدعامات كويس. يعني امتى اعرف ان انا محتاج لدعامات وكم عدد الدعامات اللي انا محتاجها؟ حلو، ممتاز، سؤال جميل قوي. السؤال بيقول لو انا رحت الدكتور وقال لي دعامه، هو لسه بيسالني، انا مش عرفني، انا سايب نفسي ليه. هو قال لي دعامه، هقول له حاضر يا فندم اللي انت شايفه. طب انا اعرف منين هو صح ولا غلط؟ أيوة. وانا محتاجها فعلا ولا الموضوع شويه ممكن يكون بالزبط. يمشي بالدواء؟ بالظبط. العلم ما بقاش مبني على رأي شخص. يعني زمان كان مثلا انا سخن او ابويا يوديني الدكتور فيقول له ده ياخد اوجمنتين مضاد حيوي، وواحد تاني يقول له لا مين قال لك كده ياخد فلوموكس، واحد تالت يقول له مين قال لك كده هو زيثروماكس. طب مين اللي رايه صح؟ والثلاثه دكاتره وعلى دماغي. فالعلم في بريطانيا قال ان احنا لما ندي راي العيان ما نديهوش مبني على بروفيسور او دكتور اوبينيون، رايي الشخصي، اديه مبني على دراسه. فاتعملت دراسات، جبنا الناس اللي عندها ضيق في شرايين القلب وقسمناهم مجموعتين، مجموعه نعمل لهم قسطره ودعامه، ومجموعه نعالجهم بالدواء، ونشوف مين فيهم هيعيش احسن، هيكمل اكتر، مش هيحصل له مضاعفات، هيصرف اقل، ومين اللي هيبقى اوحش. فلقينا ان لو واحد عنده ضيق في شريان من شرايين القلب وما عندوش جلطه، يعني عنده بس اعراض ضيق مزمنه اللي هي بنسميها في الطب ذبحه صدريه مستقره، اللي هي يعني يحس بايه عشان ما نرغيش كتير، اللي هو يبقى قاعد كويس ومبسوط، بس لما يمشي ولا يطلع سلم يجيله سكاكين وذبح ووجع في صدره ونار يخليه يقف مكانه، واول ما يقف بشويه دقيقتين ثلاثه النار تروح. يبقى دي اسمها ذبحه صدريه مستقره. يعني ايه مستقره؟ يعني يقف تروح يمشي تيجي، يقف تروح يمشي تيجي. امال غير مستقره يبقى قاعد في الكرسي ونايم على سريره وتجيله، دي اللي وحشه. امال ايه الجلطه؟ انه يبقى نايم ومفيش اي حاجه خالص ويصحيه سكينه في صدره، دي اوحش واوحش، معناه ان شريان اتسد. الاخيره دي هي دي اللي يعمل لها دعامه، يعني اللي هي سكينه في صدره مره واحده. لو شفت واحد وانت قاعد في البنك مسك صدره كده فجاه وهو قاعد معاك وعرق وشكله عايز يرجع ونفسه اتخنق وعامل كده نفس الحركه اللي انا عاملها دي وماسك صدره كده، قول له والله العظيم انت عندك جلطه في القلب من قبل ما تعمل اي حاجه، لحين ان يثبت العكس. طب نعمل معاه ايه؟ خده بسرعه على المستشفى اللي هنا ويعملوا له رسم قلب، واسال الدكتور، دكتور رسم القلب في ارتفاع في الاس تي، الاس تي دي حته كده في رسم القلب لما بتعلى معناه ان في جلطه. قال لك في علامه تدل على جلطه في القلب او ارتفاع الاس تي او بنسميه اس تي اليفيشن. طب يعمل له تحليل، فيعمل له تحليل اسمه تحليل انزيمات قلب، فيعمل تحليل انزيمات القلب الطبيعي مثلا من 5 ل 10 يلاقيه 300. انزيمات القلب التروبونين اعلى من الرقم اللي في الريفرنس بكتير، دي معناها جلطه حاده في القلب، ويعمل دعامه. امتى؟ دلوقتي ولا كمان شويه؟ كل ما يتاخر كل ما حته من القلب تموت، يبقى دلوقتي. طب واحد جاي لك على رجله بيقول لك والله انا امبارح رحت للدكتور كده انا والمدام الساعه 8 بالليل، قال لي يلا نعمل قسطره ودعامه. لا، دي تهريج بقى، دي ممكن يمشي بالدواء. الشريان ضيق لسه ما تسدش، ممكن بقى يقلل الدهن فالدهن يقل، يقلل الكوليسترول، ما ياكلش وينام، ما يشربش مشروبات غازيه، يخس شويه، لو عنده سكر ينزله، لو عنده ضغط ينزله، لو عنده كوليسترول ينزله، لو بيشرب سجاير يبطلها، يقوم الدهن اللي قاعد يترسب يقل 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 لحد ما يختفي. يبقى امتى العين يعمل دعامه؟ لو عنده ازمه قلبيه حاده وتتعمل بسرعه، ولو ما اتعملتش بسرعه وعدى عليها يوم او 2 يبقى ملهاش لازمه، ما خلاص انت قافل بقالك يومين، زمان حته ماتت هتفتح على حته ميته؟ لكن لو الراجل ماشي والدنيا حلوه وماشي على رجله وبيجري، لا ده سيبه، قول له امشي بالدواء احسن، بيسموها ذبحه صدريه مستقره. بين البنين وفيها كلام، الغير مستقره حسب بقى هو ضايق قد ايه. طب انا دلوقتي واحد سليم اهو وماشي كويس وزي الفل، عايز اعرف عندي شرايين ضيقه ولا لا، اعمل ايه النهارده؟ قال لك جرب نفسك واطلع مطلع كده واجري، لو لقيت نفسك ما بيجرالكش حاجه او بتنهج نهجان بسيط عديها، لقيت نفسك بيجي لك سكاكين ومش قادر وبتقف، ساعتها روح اكشف وروح للدكتور. حلوه الاجابه؟ واضحه؟ الله ينور عليك. هل لديك اقوال اخرى؟ افادكم الله، ربنا يبارك فيك. مفيش مكافاه بقى البنك يصرف لي مثلا 200 جنيه مكافاه؟ ربنا يبارك فيك. اتشرفت بيك جدا وكان اجمل زياره واجمل مكان، ويعني حببتوني في مصر والله، حببتوني في مصر والله، وبقولها قدام كل الناس. ربنا يبارك فيك. كتر خيرك، ربنا يبارك فيك وفي رعايه الله. سلام عليكم.